أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن النظام الفني الجديد للدوري اللبناني بالإضافة إلى مواعيد انطلاق الموسم. النظام الفني الجديد للدوري هو عبارة 12 نادي بيلعبوا مرحلة أولى، عبارة عن دوري ذهاب وإياب بواقع 22 مباراة و22 مرحلة. من بعدها يتم فرز الفرق. أول 4 أندية بيتأهلوا إلى دورة رباعية للأندية الأوائل، وآخر 4 أندية بيتأهلوا يلعبوا دورة رباعية للأندية الأواخر والهبوط إلى الدرجة الثانية. الدورة الرباعية هي عبارة عن دوري من ذهاب وإياب، يعني 6 مراحل، إن كان للأوائل أو إن كان للأواخر. والجدير بالذكر أنه بعد المرحلة الأولى يتم حسم النقاط، الفرق يلي جمعتها إلى 2، على أن يتم احتساب النصف نقطة نقطة. مواعيد انطلاق الدوري اللبناني الدرجة الأولى ب 19 أيلول، الدوري اللبناني الدرجة الثانية ب 3 تشرين الأول، أما كأس لبنان ينطلق ب4 تشرين الثاني.